مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية الخاصة بالرياضة، حيث نسلط الضوء على أبرز محطات كأس العالم للأندية 2025 التي تحتضنها هذا العام الملاعب الأمريكية في أجواء حماسية واستثنائية. وفي صدارة المشهد الكروي الليلة النجم المغربي أشرف حكيمي الذي قدم أداء مذهلا في لقاء القمة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني في ربع نهائي البطولة العالمية. في مباراة وصفت بالنهائي المبكر، نجح باريس سان جيرمان في إقصاء العملاق البافاري بهدفين دون مقابل في مواجهة شهدت تألقا لافتا للدولي المغربي أشرف حكيمي الذي لعب دورا محوريا في هذا الانتصار التاريخي. نعم، بالفعل حكيمي كان رجل الساعة في هذه المباراة. على الجانب الدفاعي أغلق الجهة اليمنى بشكل شبه كامل، وأجهض معظم محاولات الاختراق القادمة من الثنائي الخطير جمال موسيالا وكينغسلي كومان. لم يكن عبور هذه الجهة ممكنا في وجوده، حيث تميز بقراءة ممتازة للعب وانقضاض سريع وتمركز مثالي. وبالانتقال إلى الجانب الهجومي لم يكتفي حكيمي بالأدوار الدفاعية، بل صنع الحدث في اللحظات الأخيرة من اللقاء حين تلاعبوا بدفاع بايرن ومرر كرة ذهبية نحو عثمان ديمبلي الذي ترجمها لهدف ثان قاتل في الدقيقة 6 من الوقت بدل الضائع ليحسم الأمور بشكل نهائي لصالح الفريق الباريسي. بهذه التمريرة الحاسمة يكون حكيمي قد وصل إلى 13 تمريرة حاسمة هذا الموسم، متجاوزا مجمل تمريراته الحاسمة في الموسمين الماضيين. رقم يؤكد مرة أخرى أن النجم المغربي ليس فقط مدافعا قويا، بل لاعب متكامل قادر على صناعة الفارق في كل لحظة. وقد أجمعت التحليلات على أن حكيمي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، ليس فقط بالأرقام ولكن أيضا بالحضور الذهني والشخصية القوية والالتزام التكتيكي العالي. بالفعل المذيع الكريم حسب موقع 365 سكورز بلغت نسبة نجاح تدخلات حكيمي الدفاعية أكثر من 67%، أما معدل المراوغات المكتملة فقد وصل إلى 90%، وهذه أرقام تعطي صورة واضحة عن القيمة الفنية لهذا اللاعب الذي أثبت في كل مباراة أنه من بين أفضل الأظهرة في العالم حالياً. فوز باريس سان جيرمان على بايرن ميونخ أهله مباشرة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند. مباراة نارية منتظرة قد تمنح حكيمي فرصة جديدة لتألق جديد، وهذه المرة أمام خصم إسباني يعرفه جيدا. بعد المباراة صرح حكيمي قائلا: الفريق قدم كل ما لديه، وكنا نعرف أن المواجهة لن تكون سهلة أمام خصم كبير مثل بايرن ميونخ، لكننا لعبنا بعقل وقلب. وأضاف النجم المغربي أنه فخور بما يقدمه زملاؤه، مؤكدا أن الطريق ما زال طويلا وأن الهدف هو التتويج باللقب. هكذا يواصل أشرف حكيمي تأكيد مكانته كأحد أبرز النجوم العرب على الساحة العالمية، لاعب لا يكتفي بالدفاع بل يبدع، يصنع ويقود. ومن قلب ميامي إلى كل العواصم يرفع المغرب رأسه عاليا عبر لاعبه العالمي. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام فقرتنا الرياضية لهذا المساء. ترقبوا معنا باقي مباريات كأس العالم للأندية، وتابعونا للمزيد من التغطيات الحصرية. إلى اللقاء وفي أمان الله.